هلا يا بنات، كيفكم؟ رح اسوي معاكم كريم كراميل مره لذيذ. هو عادي مو بالفرن لكنه مره مميز. يختلف كثير طعمه عن العادي. المكونات اللي عندي ظرفين كريم كراميل جاهز، عندي علبه قشطه، بيضه، فانيليا، عندي حليب، سواء تستخدمون 4 أكواب حليب سائل او بودره. طبعا راح يكون 4 أكواب مويه، ومعاها لكل كوب 3 ملاعق كبيره حليب بودره. للقاعدة حطيت كوب سكر، بحطه على نار تكون هادية إلى متوسطة، وبخليه يذوب ويتغير لونه من غير ما ينحرق. هنا عندي السكر تقريبا داب، بخليه كمان شوي لين يذوب بالكامل. وهنا بقدر ثاني حطيت كل مكونات الموية والحليب البودرة والقشطة والكريم كراميل والبيضاء والفانيليا. أقلبهم وظلني أقلب لين يغلي الخليط. عندي هنا السكر خلاص داب وصار جاهز. راح احطه في القالب اللي راح اسوي فيه الكريم كراميل. انا راح اسويه في هذا القالب. يا رب انك تجينا من عذاب جهنم. انتبهوا لان السكر هذا مرة خطير، الحرق فيها الله يستر. بس هنا نستمر في التحريك لين يبتدي في الغليان. هو ما راح يتماسك هو على النار، بس يبتدي في الغليان نوزعه في نفس القالب. هنا خلاص عندي صار جاهز. الحين بس كبوه في نفس القالب اللي انا حطيت فيه الكراميل. بخليه لين يصير دافي، وبعدين اغلفه بنايلون واحطه في الثلاجة. غلط انكم هو حار تحطونه في الثلاجة، راح يرفع درجة حرارة الثلاجة، وبالتالي ممكن يخرب لكم الحاجات اللي انتم حاطينها فيها. فعشان كده خلوه لين يدفى وبعدين دخلوه الثلاجة.